أن إعفاء اللحى ليست مجرد شعيرات تعفى، بل هو شعيرة من شعائر الإسلام، وميزة من ميزة أهل الإسلام. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ من طوله إلى عرضه، وتأملوا في تاريخ المسلمين، بل وتأملوا في تاريخ العرب. هل عرف عنهم ذلك؟ هل عرف عنهم أنهم كانوا يجزون لحاهم؟ ما عرف ذلك عنهم والله، إنما نقل عن بعض المغاربة، ونقل عن بعض من كان معروفا بالتميع ممن كان يميل إلى الرجال إذا أراد أن يلفت نظر الرجل إليه وكان مميعا، ماذا يصنع؟ يحلق لحيته، يتجمل بها لرجل مثله. يتجمل بها لمن؟ يتجمل بها لرجل مثله في الخلقة، فكان ذلك معيبا. بل وجاء في كتب الفقه أن من جنى على إنسان، جنى على لحيته، فترتب على هذه الجناية أن هذه اللحية لم تنبت بعد ذلك، أن فيه دية كاملة كدية الإنسان. لو قتل إنسان خطأ ما ديته؟ دية كاملة، 100 من الإبل. يقولون كذلك في من جنى على لحية إنسان، جنى عليه فترتب على هذه الجناية أن لحيته لم تنبت بعد ذلك، فما هي الدية؟ ماذا عليه؟ يقول عليه دية كاملة. أمر آخر، فيما لو أراد أن يعزر الإمام بعض الرعية، أراد أن يعزرهم، يعاقبهم ببعض العقوبات، يقول له أن يعزره بالغرامة المالية، يؤخذ منه بعض المال، وله أن يعزره بالسجن، يحبس شهر، شهرين، 3، 4 بحسب ما يراه الإمام، وله أن يعزره بالنفي، بأن يطرد من البلد تعزيرا له. وأجمعوا على أنه لا يجوز للإمام ولا للخليفة أن يعزر المخالف بحلق اللحية. هذا محل اتفاق، محل اتفاق أنه لا يجوز أن يعزر المخالف ولا العاصي بأن تحلق عليه لحيته. لماذا؟ لأن في ذلك معصية لله تبارك وتعالى.